مرة تانية أعزائي المشاهدين، وعودة لمباراة أبو قير للأسمدة وأسوان في الجولة 38. انتهى الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح أبو قير للأسمدة. أحرز الأهداف إبراهيم جلال في الدقيقة 18 ومحمد عصام في الدقيقة 33 من صاروخ أرض جو. كرة على طول عند هاني، عند أحمد فايز. يلعبها ناحية الشمال عند إبراهيم جلال. إبراهيم بينية على الأرض، محمد عصام ياخدها فريق أسوان. إبراهيم بهناسي بيلف يسيبها إبراهيم، تتخطف لإبراهيم طه، فاول لصالح إبراهيم طه. يمكن الشوط الأول كان هجمات كتير جدا جدا من فريق أبو قير للأسمدة. حاول لاعبو أسوان إنهم يجاروا فريق أبو قير للأسمدة، لكن فريق أبو قير للأسمدة تفوق على نفسه وأحرز هدفين. هنشوف بقى أحداث الشوط الثاني مع حضراتكم على طول. محمد عصام ومعاه مروان ياخد على طول فريق أسوان تاني. أوشا، علي عزت، محمد عصام، أوشا. الكرات بقى قصيرة كده، التيكي تاكا أهو اعتمد عليها الكابتن محمد عطية على طول لأحمد فايز. في لعيب واقع، سلامات أعتقد حسام الصانع. سلامات لحسام الصانع. في لعيبه بتسخن طبعا من فريق اسوان خلف مرمى محمد فوزي زي ما حضراتكم شايفين، ولاعيبه من فريق ابو قير للاسمده بتسخن خلف مروان ممدوح. ايمن اسمه حسام الصانع. الف سلامه عليك يا حسام، من اللعيبه الجيدين في اسوان. طبعا الكابتن ايمن شوقي معلقنا الكبير طبعا حافظ اللعيبه دي طبعا وحافظ الفنيات بتاعهم، لان الكابتن ايمن مش معلق بس، ده مدرب كوره معاه رخصه طبعا في التدريب، الرخصه سي. الف سلامه يا حسام. الحمد لله قام حسام. سلامات لحسام الصانع. قام حسام. يحكم مباراة اليوم زي ما قلت لحضراتكم محمود ناجي حكم ساحة، مساعد أول كريم زكي، مساعد ثاني أسامة هشام، حكم رابع أحمد حلاوة، مراقب مسابقات يحيى بلبع، ومراقب حكام حنفي محمود. بنشكر طبعا فريق العمل النهارده كابتن جابر حسان، الأستاذ إيهاب عبد القادر وعمر أيمن. ده كان فريق محترفين بلدنا النهارده. على طول طلبة محمد. معانا ايضا ياسين جابر من فريق العمل. ادي رقم 3 على طول احمد عبد السيد اللي بيفوت بيمر بيعدي بالخضر اليسرى بياخد فاول احمد عبد السيد. فاول من بره منطقة الجزاء بحوالي 5-6 ياردات. هنشوف هيعمل ايه فريق اسوان. المباراة كانت قوية جدا في الشوط الأول، فيها هدفين لصالح أبو قير للأسمدة. فريق أبو قير للأسمدة النهارده يعني بيلعب كرات كتير جدا جدا، كرة حديثة، بيعمل كل حاجة في كرة القدم النهارده كابتن محمد عطية، عشان مباراة يعني مباراة صعود للدوري الممتاز. مجهود عام كامل، كل اللعيبة النهارده على يد رجل واحد. رقم 2 على طول، وتسديدة حلوة في ايد محمد فوزي. برافو على طول فريق أسوان. تسديدة حلوة. شكيت طبعا
رقم 2 يلا يا مجدي، عايزين عرفنا مجدي. احمد بليا اللي سدد الكوره، نزل في الشوط الثاني دفع بيه الكابتن هيثم الفيل. احمد بليا من اللعيبه الشويط، احمد بليا احرز اهداف كتير طول الموسم، لعيب مميز جدا جدا، اسمه على اسم حارس المرمى احمد بليا، وده كان تاريخ طبعا في نادي اسوان. كرة على طول اماميه تتلعب لمجدي، لكن معاه مروان عباس بيرجع لجونه. ابرز اللعيبه التاريخيين في اسوان طبعا احمد بليا حارس المرمى في التسعينات، ايضا مصطفى امين خط الوسط، ابراهيم حسن في بداياته مع الاسماعيلي والاهلي والزمالك، ابراهيم القاضي دفاع الفريق في السنوات الجامده في الدوري الممتاز. كابتن احمد كشري طبعا كان مدرب لفريق اسوان، يعني صعد بيه الممتاز وحقق نتائج كبيره في الفريق، من الاسماء التاريخيه في فريق اسوان طبعا. كرة على طول بتتلعب رقم 19 محمد عصام لمجدي، على طول نجم الفريق محمد مجدي العصام لمجدي تاني ناحية اليمين، بيحاول مجدي والرفعة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد، لو اتلم عليها ابراهيم جلال كان هيبقى الهدف الثاني لابراهيم جلال، والثالث لابن الاسمنت. محمد بكري ايضا دفع بيه الكابتن هيثم الفيل رقم 22 محمد بكري. في لعيب واقع سلامات رقم 7، هنشوف مين. سلامات مصطفى عناني اللي واقع في الارض، سلامات لمصطفى عناني رايح له الحكم الدولي محمود ناجي بيشوف ايه اللي حصل. قسما بالله شبهت عليه على الباب. سلامات لعناني رايح. لا الصور نظامها حلو. سلامات لمصطفى عناني. مش متابعنا وانت عارف. يبقى بدافع باثنين لعيبه، كابتن هيثم الفيل نزل احمد بليا ونزل بكري، محمد بكري رقم 22 بليا رقم 2. ثلاث اثنينات نزلوا في الملعب واتقسموا على لاعبين. هيعمل اسقاط كابتن محمود ناجي، لعب على طول ياخد مروان ممدوح. سجل هجمه بس. على طول احمد عبد السيد يرجع لمحمد بكري، محمد بكري لمروان عباس، احمد عبد السيد صاحب من اصحاب القدم اليسرى، احمد لعيب مميز. على طول بتتلعب لبكري، بكري على طول لعنان، قام بالسلامه عنان. الشيمي بيرجع الشيمي على طول لمروان ممدوح، مروان ممدوح بيلعبها اماميه على طول، لكن كابتن التيم على طول علي عزت بيطلع اوت لصالح اسوان. 13 دقيقة أعزائي وأحبائي الكرام فاتت من الشوط الثاني، وما زالت النتيجة 2-0 هنا في ملعب أبويل الأسمدة لصالح أبويل. أسوان بيحاول يجتهد بيمسك كورة في الشوط الثاني، يمكن فريق أبويل للأسمدة ما ريحش خالص طول الشوط الأول فبيلتقط أهدافه. كورة عند إسلام جابر، كابتن محمد عطية ما أجراش ولا تغيير خالص النهارده، لسه ما فيش ولا تغيير حتى الآن في الملعب. على طول عمر إبراهيم، محمد عصام بيطلع على طول عناني، هو هينزل مدافع ليه؟ سابها له إبراهيم. بكري بيحاول، كابتن محمود ناجي بيقول يلعب، مفيش تجربه فاضل جونين. مجدي اتقطع، مصطفى عناني، احمد بليا اللي نشر خط نص اسوان. كوره ناحيه الشمال على طول عند طه ابراهيم، هشام نمار
في بعض اللعيبه كده في فريق ابو قير الاسمده خلاص شطبوا، يعني النفس برضه وحلوه يا ابراهيم يا جلال لعبها له نموذج الحقيقه. محمد مجدي كان المفروض يكفي وش رجله، ما اعرفش ليه انا يعني اللعيبه مش بتكفي وش رجلها في الشوط في التسديد. الكرة جايه لك مقشره يا راجل، الكرة جايه لك مقشره بتقول لك حطني جوه الشبكه، مش ممكن اللي بيحصل ده والله. ادي على الطلبه لعب بقى سريع بقى يا عمر بقى. تسلل عمر ابراهيم. لازم الريتم يعلى شويه يا جماعه، لازم في تغييرات بقى من الكابتن محمد. اهو لسه بقول في تغييرات والله، بضرب بعين من قبل ما اشوفه. فعلا في تغييرات هتحصل دلوقتي، لازم ينشط الكابتن محمد عطيه فرقته. الريتم بطيء جدا جدا جدا، لازم يبقى اسرع من كده الكوره. يمكن الملعب برضه والميه يعني مش مساعده اللعيبه، ما هو اللي بره مش زي اللي جوه. احنا بنتكلم بس اللعيب في الملعب هو اللي حاسس بالسنس بتاع الكوره والسنس بتاع الارض بالفعل والله. اللي لعب كوره عارف الكلام ده كويس جدا جدا. ادي التغييرات، هنشوف مين اللي هينزل. طلع رقم 22 ورقم 15 عمر ابراهيم وابراهيم وطه ابراهيم، ونزل احمد عادل اعتقد. في 3 طلعوا. جون بيتشو لا ده رقم 3. نزل يوسف حمدي رقم 30 وخرج علي عزت كابتن التيم ولا موجود؟ كان عامل 7 لايفات وانا بضرب بالضرب. كرة على طول لجابر اسلام. جابر بيلعب واحدة طويلة، هنعرف مين اللي نزل دلوقتي حالا، هقول لحضراتكم. كرة بتتلعب ابراهيم جلال، يرد على طول الشيمي. هشام نمار العناني. احمد عبد السيد يعدي بعد الملعب، تتخطف من ابراهيم جلال، يروح لبكري اللي نشط الملعب هو رقم 2 بليا. احمد بليا اللي لعب في اليمين ده، احمد بليا لعيب خطير جدا ولعبها عرضيه، لكن محمد فوزي يمسك كوره. نزل يوسف حمدي ونزل رقم 3 جامد عبد الله محمد. ادي مجدي من اليمين والهجمه والكره دي اوبا، مفيش حد مادي على طول. مروان ابراهيم، يوسف حمدي بيرجع ورا عند احمد فايز، لعبها عند اسلام جابر، فتح له عبد الله محمد اللي لسه نازل رقم 3. عبد الله محمد يلعب ليوسف حمدي لكن تتقطع. مصطفى عناني خطر لطلبه محمد، خطر يخطف على طول اسلام جابر. يا ولد يا اسلام يا جابر. يوسف حمدي اللي خد الشاره مكان علي عزت اللي خرج. نيمار تتقطع. مصطفى عناني يخبط في الارض وتشوط الارض وتروح ليوسف حمدي اللي هيسدد، لكن برافو يا ولد، برافو مروان عباس. يطمن على مصطفى عناني الكابتن محمود ناجي. سلامات لمحمود ناجي.
احمد عادل ايضا نزل زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، قلت احمد عادل، بالفعل هو احمد عادل. يبقى احمد عادل وعبد الله محمد ويوسف حمدي دول الثلاث لعيبه. كوره بيرجع على طول مروان عباس، اماميه عبد الله محمد مع رقم 18 مصطفى كانو. اسلام جابر بيلعب واحده طويله مش لحد، ياخد عباس، مروان عباس. عناني اللي عامل ماتش كويس جدا، عناني. اخر 3 مباريات لابويل الاسمده كانت يوم 24/5 تعادل مع ديروت في ديروت في الجوله 37. الجوله اللي قبلها ابويل الاسمده كسب 3-0 على منتخب السويس يوم 16/5. الجوله اللي قبلها يوم 10/5 المقاولين العرب وابويل الاسمده خسر ابويل من المقاولين 1-0. دول ال3 مباريات الاخيره لابويل الاسمده. والنهارده 2-0 اهو على اسوان في اخر جولات دوري المحترفين. واحده للشيمه على صدره والتسديده لكن ما اتلعبتش على طول، بيلمها لكن بتترد على طول. فريق ابويل الاسمده ابراهيم جلال، احمد عادل علق رجله، فاول المفروض يعني مش عارف فاول المفروض لابويل الاسمده الحقيقه، معلق رجل لاعب ابويل لكن الحكم احتسبها لصالح أسوان. كرة المفروض يعني أنا مش عارف، الراجل معاه مروان عباس، أكتر من لاعب موجود، أحمد بليا موجود على الكورة ومروان عباس أعتقد، والصانع حسام الصانع. وتسديدة قوية لكن تصد في الحيطة وترجع تاني. تسديدة قوية من حسام الصانع لكن بترجع تاني على طول. مروان يطلعها بره الملعب. رقم 3 اللي كان في اللقطة اللي فاتت، والتسديدة أحمد عبد السيد اللي سدد الكرة اللي فاتت. أحمد عبد السيد اللي سدد الكرة اللي فاتت بقدم اليسرى لكن ترد في الحيطة. 23 دقيقة أعزائي المشاهدين من الشوط الثاني، وما زالت النتيجة 2-0 لصالح ابويل الاسمده هنا في ملعب ابويل الاسمده. احرز الهدف الاول ابراهيم جلال، ثم اضاف محمد عصام بتسديده قويه جدا جدا في الدقيقه 33 لتصبح النتيجه 2-0 لصالح ابويل الاسمده. بيكافح فريق اسوان بيحاول يعوض الفارق ويقلص الفارق، لكن صعب جدا جدا في ظروف هذه المباراه اللي بيحاول طبعا بكل قوته فريق ابويل الاسمده انه يصعد لدوري الممتاز، وان شاء الله تكلل المجهودات والتعب بتاع فريق ابويل الاسمده طوال العام بمسانده طبعا كل قيادات شركه ابويل الاسمده. الحقيقه اللي كل مباراه بنلاقيهم موجودين هنا، موجودين في المقصوره بتاعه ملعب ابويل الاسمده. صراحه اهتمام غير عادي ابدا ابدا ابدا، يعني مؤازره ومسانده بقوه جدا جدا من اداره شركه ابويل الاسمده. على طول الكره لرقم 17 بهناسي، لكن على طول توصل لاحمد فايز، احمد عادل، لأوشا، نيمار بيلعبها على طول مباشر دايركت كده لمحمد مجدي. بص وقته بالراحه على مهلك تروح فين؟ تروح لابراهيم جلال صاحب الهدف الاول المميز قوي النهارده. ابراهيم جلال بيلعبها على طول ليوسف حمدي، تعدي من تحت رجليه حسام بركات اللي نزل، تعدي من تحت رجلين حسام بركات. رقم 29 حسام بركات دفع بيه في الشوط الثاني الكابتن محمد عطيه مع ابراهيم، مع محمد عادل ومع عبد الله محمد ويوسف حمدي. كل دول لعيبه
دفع بيهم الكابتن محمد عطيه في الشوط الثاني لتنشيط فرقته. بيهمه طبعا انه يفوز باكبر عدد من الاهداف. على طول اوشا. في طبعا مباراه ثانيه ما بين ابويل الاسمده وكهرباء الاسماعيليه اللي كل منهم 71 نقطه، وبيمني نفسه انه يصعد بقى لدوري المليونيات، دوري البهوات، دوري البشوات، دوري الممتاز المصري، دوري نايل اللي كل فرق المحترفين دوري القسم الثاني ألف بتسعى نحو هذا الهدف، هدف الصعود. كل لعيب بيحلم طبعا اللي يلعب في الدوري الممتاز، الدوري المصري. على طول اسلام جابر بيلعبها طويله في نص الملعب، مجدي بياخد بجراحه، في فاول في يعني تدخل بقوه من ابراهيم بهناسي، بيعترض على الحكم محمود ناجي، هيديله انذار، بيندى عليه اهو كابتن محمود ناجي، هيحذره ويحذره. يعني كابتن محمود ناجي اختار ان هو يحذره بدل ما يديله انذار. مفيش داعي، خلاص احنا في اخر جوله. على طول اسلام جابر، انما قطعا مفيش كلام. احبائي الكرام، يعني مباراه رائعه في الشوط الاول، يعني متوسطه في الشوط الثاني، محتاجه الريتم يزيد شويه، السرعه تزيد، الدافع يكون اكتر لفريق ابويل الاسمده. لازم الدافع، لازم كابتن محمد عطيه يتكلم بقى، يحفز لعيبته اكتر من بره الخط، يشد عليهم من بره الخط، لان فريق اسوان لو مسك كوره في لعيبه خطيره في الملعب. في احمد بليا شويت، في بكري شويت، في طلبه مازال موجود في الملعب ايضا شويت، لعيبه جامده جدا جدا الحقيقه. ادي على طول عبد الله محمد. التهاون يا جماعه مش هينفع في مباراه زي دي. المباراه دي عايزه قوه اكتر من كده، لازم بقى العامل النفسي يشتغل هنا. بكري على طول، هدف ايه ده؟ عاملين على الكوره، خلينا انا عم الكوره هي اللي باينه. ده راجل ده مزروع مصطفى معانا ده بقى مصطفى. ايوه يا عم مصطفى ده حبيبي يا عم. خلي بالك ده ابني بقى، وانت لو زودت هتزعل. انت كبيره وشفت يا عم حاجه، انت قلت لنا وطلعتنا ايه ده؟ طلع مجدي ليه؟ تغيير محمد مجدي، لا مش هغير مجدي، ابراهيم جد. في واحد مش هغير مجدي، في واحد اتصاب. شوف مين اللي اتغير، في لعيب مصاب. هيغير نزل علاء ويطلع وش. رامز مصاب ولا ايه يا جابر؟ رقم 12 اللي لسه نازل يا راجل، يمسك على طول محمد فوزي. بص الجنب محمد علي. هيشغل نروح لرقم 3 احمد عبد السيد وراحل واحمد والعطيه، لكن على طول بيطلع. انما هجمه حلوه لفريق اسوان من ناحيه الشمال، يتصدى لها اسلام جابر على طول ويطلعها ضربه ركنيه من جهه اليسار لصالح فريق اسوان. فات 35 دقيقه، فات 35 دقيقه من الشوط الثاني، ما زالت النتيجه 2-0 لصالح ابويل الاسمده. ايضا كهرباء الاسماعيليه متقدمه 2-0 حتى الان. والمباراه الكبيره بين كهرباء الاسماعيليه اللي بيلعب منتخب السويس النهارده وابويل الاسمده اللي بتلاعب اسوان، يا ترى مين فيهم اللي هيصعد للدوري الممتاز؟ هل هتقرر رابطه الانديه واتحاد الكوره ان يطلعوا الفرقتين وما يبقاش الفارق بفرق الاهداف، او الصاعد بفرق الاهداف؟ لان الموضوع صعب جدا. والركنيه من مقابل مصطفى عناني
يرد ورا عند صابر الشيمي. صابر لمحمد بكري، بتعدي منه نيمار يخطف، يخطف. وفكرتني بلعبه من محمد ممدوح في الصعود للدوري المحترفين، واتلعبت لحرس الحدود وادي محمد مجدي. رد ورا يوسف حمدي، لكن بتروح الكوره. ياخد رقم 20 علي على طول. احمد بليا يلعب واحده قدام، والعرضيه على طول احمد عبد السيد، تعدي من تحت رجل احمد عبد السيد، ومعاه محمد علاء. معاه حاجه على مصطفى عنان، وعايزات مصطفى عنان، وتغير اتجاهها من احمد فايز وتطلع بره الملعب. ركنيه لصالح اسوان، تسديده من عناني. ركنيه احمد بليا على الركنيه، بيرفع الكره على طول، وفايز بيطلع. احمد فايز بيطلع 12 على طول. تسديده حلوه بالراسيه رقم 8 طلبه محمد، لكن برافو محمد فوزي. الريسبونس بتاعه ممتاز، سرعه الاستجابه. برافو محمد فوزي، يعني عمل حاجه كده الحارس الكاوتش. تاني محمد بليا وطلبه، لكن بره الملعب. ده ابراهيم بهناسي اللي سدد. احمد عبد السيد اللي عمل مباراه حلوه النهارده من اصحاب القدم اليسرى، ياخد منه على طول نيمار، يلعبها لمحمد علاء، محمد علاء لمجدي فريد له على طول. عبد الله محمد لعبها له، عبد الله محمد، والعرضيه تخبط فين؟ لاعب من اسوان، انما هجمه حلوه بدأت من محمد علاء وانتهت عند عبد الله محمد. نزول يوسف ابو سته وخرج مصطفى عناني. قلت له ابو سن، قال لي ابو سن يوسف ابو سته وادي واحده حسام بركات. هقول لحضراتكم معلومه حلوه جدا. الكابتن رضا البلتاجي الحكم الدولي ومدير قطاع الناشئين بنادي ابوي الاسمده، كان لاعب في اسوان، من اللعيبه الاساسيين في نادي اسوان، ويمكن بقى اداري كمان في نادي اسوان بعد ما بطل واعتزل. هو الكره بتتلعب على طول، وبتتلعب لمحمد علاء. محمد علاء بينطلق بيفوت المر وعادل يحلو في ناحيه اليمين مجدي، لكن لعبها ناحيه الشمال عند هشام نيمار. هو تفكيره صح. هشام نيمار وبطيء جدا، وهيشوط اتقطعت منه، راحت لبهناسي. انما وكان المفروض اتلعبت لمجدي ناحيه اليمين عشان مجدي اسرع. وادي بكري، عبد الله على طول بيرد. عبد الله محمود ياخد رقم 6 صابر الشيمي. صابر ناحيه اليمين، صابر يحاول يعدي احمد بليا بسرعته، لكن فاول لصالح اسوان. لسه ورا معايا، لسه ما وقفش دقايق. انت كام؟ لا لسه وفاضل هيطلع يدي 10. هو هيطلع دلوقتي ان هو 5 ويدي 10. انتهى الوقت الاصلي وما زالت النتيجه 2-0 هنا في ملعب ابويل الاسمده. احمد بليا على الكوره، احمد بليا لعبها حلوه قوي في القلب، لكن محمد فوزي بياخد على طول، بيلعبها بسرعه لمحمد علاء. ترد تاني لمحمد علاء، فتح له مجدي، لعب له على طول. برافو، يقطع على جوه، هيروح هو بالفعل. بيروح مجدي، بيروح وعدى ورفعها حلوه، ما فيش حد مقابل خالص. حسام بركات واقف، المفروض يقطع الكوره، حسام بركات. خلاص الوقت بينتهي، بتتلعب لقدام، لكن بيمسك محمد فوزي. هجمات كتيره جدا ضاعت النهارده من فريق ابويل الاسمده، انما المهم نتيجه المباراه. نتمنى بقى من رابطه الانديه واتحاد الكوره يحط في الحسبان الفرقتين كبار،
ما ينفعش ابدا ابدا بفرق الاهداف، حتى لو اللائحه بتقول كده ندي فرصه يبقى فيه فرق اكتر في الدوري الممتاز دوري نايل، ندي فرصه للفرق، وطبعا هيحصل تدعيمات كمان للفرق دي بلعيبه من بره اكيد. الفرق اللي هتصعد الدوري الممتاز اكيد هتدعم المجدي، هيعمل بقى التمويه والترقيصه يلعبها لورا لمحمد علاء اللي نادى عليه من ورا. محمد علاء هيخترق ويعمل واحده مع نفسه، هنشوف اهو عملها هيعدي الحكم بيقول مفيش حاجه لازم المهاجم يعمل. محمد مجدي عنده السرعه والقوه والتهديف، وادي بركه جلال ابراهيم جلال، وتاني فرصه تروح منه في بطء كده، لكن يعني هارد لك. احمد فايز بيحاول، بكري بيعدي. دوري نايل، دوري البهوات، دوري البشوات، دوري المليونيرات على راي الكابتن سيد الثعلبي شفاه الله وعافاه. كابتننا الكبير كابتن سيد الثعلبي كان تملي يقول كده، دوري البهوات، دوري البشوات، دوري المليونيرات. اتمنى له السلامه. تحيه لنا من اسره محترفين بلدنا للكابتن سيد الثعلبي، نجم زعيم الثغر وكابتننا الكبير المعلق الرياضي العالي جدا 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 كابتن سيد الثعلبي، ربنا يشفيه في مستشفى القوات المسلحه. ربنا يقومه بالسلامه. ادي بكري بقى على الكوره، محمد بكري رقم 22 لعيب مميز جدا، وجنبه احمد عبد السيد. هل هيلعبها لاحمد عبد السيد من اصحاب القدم اليسرى احمد، ولا هيشوط مباشر؟ محمد فوزي بيوقف الحيطه. بنلعب في الوقت الاضافي اللي احتسبه الحكم محمود ناجي، وتسديده تخبط فيه الدفاع وتروح لعمر علي. عمر علي من جهه اليسار بيحاول يعمل حاجه، لكن معاه محمد علاء. يا ولد يا ولد يا ولد، غلطه كويس محمد علاء، ويدخل لجوه. محمد مجدي هيدخل هو لجوه، لعبها بالعرض حلوه، حسام بركات، وهجمه ضايعه اخرى لابو ايد الاسمده. احبائي الكرام، في نهايه الشوط الثاني والمباراه دقائق وتفصلنا عن نهاية طول، والترقيصة عامل نشاط جامد جدا، وعرضية على طول بيلعبها لكن مش لحد. سلامات لماجد، دخل فيه بهناسي جامد اللي بيلعب وبيلتحم بقوة جدا بهناسي. بكري احمد بليا بيلعب عرضية لكن تخبط في لاعب وترد لعمر العباس، مروان عباس، وتنطلق صافرة الحكم الدولي محمود ناجي بانتهاء الشوط الثاني والمباراة بالنتيجة 2-0 لصالح أبو قير الأسمدة. مبروك لأبو قير الأسمدة وهارد لك لأسوان. وتحياتي لحضراتكم المعلق الرياضي أيمن شوقي وجابر حسان وإيهاب شحاتة من ملعب أبو قير الأسمدة.